شاكر راعي المركز اللي هو الشيخ سلطان بن زايد حفظه الله. وهذا التسابق على المراكز الثقافية وعلى الريدنج جروبز، أنا أتابع ما يجري في أبو ظبي وفي الإمارات بعامة، ريدنج جروبز، مجاميع نسائية تقرأ، مجاميع رجالية تجتمع. أنا ودي هذا النمط من الحراك الثقافي مهم جدا، لأننا إلى جانب إنشاء العمران نحتاج إلى بناء الإنسان، لأنه إحنا يعني الإنسان اليوم بناء أمر صعب وأمر يعني فيه تحدي كبير، وما أحتاج أن أوصي الجمهور بسعة الصدر. أقول أن هذا العنوان الذي جئتم لأجله هو عنوان غير معقول، يعني مش لا يوجد منطق يقول أننا يمكن أن نربي أولادنا بلا عناء. أصلا المنطق القرآني يقول لنا أن الحياة عناء. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح، معنا شباب، معنا، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالحياة من شأنها الكدح بل الألم، لأن الله عز وجل يقول: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ما أعني بهذا العنوان كيف يكون كدحك لذيذا وألمك مرجوا. والحقيقة ينطبق في قول الله، ينطبق فيك قول الله عز وجل أنك تلتذ بشهواتك. يعني إحنا من الشهوات اللي نلتذ فيها مثلا زوجاتنا وأزواجنا، يعني كلهم في هذه لذة فيها عناء. لكن هناك من يغلب الشهوة على العناء في حياته الزوجية، وهناك من لم يستلم من الزواج إلا شهر واحد سمى شهر العسل، هذا إذا كمل شهر، والباقي دخل في الإيش، في ما بيسميه. تمام. وأيضا من الشهوات المال لا يزال شهوة عند الناس. حتى واحد مرة قال لي راح يرسل لك تدريب تعمله بإيدك تشعر بالراحة العظيمة، تعمله بأصابعك بس. فأرسل لي فيديو، طلع واحد يعد فلوس. قال جرب سوها وأنت في أحلك الظروف حتشوف نفسك ارتحت، لأن المال شهوة. إذن هناك شهوات لا زلنا نلتذ فيها، وهناك شهوات منقوصة، وهناك شهوات تتحول إلى عذابات كالأبناء. لأن الأبناء ما حد لما أقول لابنك هل لا زال شهوة عندك تشتهي أن تراه لما صار عمره 15 16 17 يأتي الجواب لا والله لما كان صغير كان شهوة، بالذات لما بعدين لا والله الآن تحول إلى مارد وإلى شخص مزعج وإلى أذى كامل. طيب إذن نحن اليوم منهجي في ما سأطرح هو أننا فاعلون، نحن نصنع أقدارنا، لأن الله مكننا في أقدارنا، والله مكننا في مصائرنا. فقال سبحانه وتعالى: يا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد، وقال: يا الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن، بعد فعل أمر، إلا وأنتم مسلمون. فالموت بيدك، الطريقة اللي تموت فيها بيدك. أنا أؤمن أننا مخيرون فيما نعلم وفيما نحكم، مسيرون فيما لا نعلم. يعني احنا ما ندري ان العدد هذا بيجي صراحه، ولذلك سامحونا على الضكه، بس احنا مسيرين، يعني هذا قدرا صارت، لان الاخوان ما عندهم تصور كم بيجي. فاحنا بنعتبر انه يعني واحد بيقول لا المفروض، يعني خلينا نقول انه فيما وقع بدون غير علم انت مسير، وفيما وقع وانت تعلم وتحكم انت مخير ومأثوم اذا حصل. فشو تقول واحدة اسمها ماري كي آش، تقول في ناس 3 أنواع من البشر: ناس يصنعون الأحداث، وناس يراقبون الأحداث، وناس يتساءلون. موبايلات لو سمحت، تليفون لو سمحت. ما الذي حدث؟ فإحنا لا نقبل أن نكون ممن يراقب أو يتساءل مندهشا ما الذي حدث. نريد أن نصنع أقدارنا. التاريخ اليوم محطات الأخبار تحمل لنا أن العرب داشين منعطف جديد في صناعة جديدة. ما ندري عاد من يغلب في النهاية، ما ندري في النهاية من يعدل الخلطة، ولكن في نهاية المطاف if there is a change there is a chance. there is a change there is a chance. عندما يكون هناك تغيير هناك فرصة لأن نعيد صياغة الأمور. أنا بقول هذا التغيير الذي يطرأ في مناطقنا ممكن أن نأخذ في زمام المبادرة ونخرج بشيء
كثرت الشكاوى من الأبناء، حتى أن اليوم لما أقول لك أن ولدك شهوة تصير نكتة، يعني شو ولدي شهوة؟ ولدي عسى الله بس. وأنا سمعت بنفسي ناس يدعون على أبنائهم عسى الله ما يرده، يروح ما قلت لها اتق الله يا امرأة، قالت والله ما أبيه يرجع، أقسم بالله أبي يجيني خبر أنه ميت. اي والله. وفي اسر سمت عيالها وضعوا لهم السم ما ماتوا، ما مات، عمره طويل. لما؟ لانه اما ان يكون الولد جنس حشاكم، او يكون بنت فاسده، او يكون ولد مدمن ومشوه سمعه الاسره، او يعني اشياء ما وضعها في اعتباره لما جاب الولد، ما علم انه سيخرج له من حلاله او سيخرج من ظهره عدو شيطان رجيم، ما عرف. تمام؟ اذا البعض لا يزال يعني أو إلى الآن لم يستمتع بالعيال كشهوة مدة طويلة. تمام؟ الشكاوى الواردة لنا أنهم ما يلتزمون بما نتفق عليه، مكارون، حيالون، يعني يلتفون على قوانيننا التي نضعها، وبالتالي احنا نتعب في تذكيرهم وفي الغضب عليهم وفي احيانا الاستسلام لهم، حتى ان البيت يصير فوضى. هذه معاناه. المعاناه الثانيه انهم لديهم عناد واصرار على الراي، لديهم عناد واصرار على ما يرونه، واحنا نملهم لا يملون، احنا نكلهم لا يكلون. تمام. المعاناه الثالثه انهم، هاي طبعا عمليه واقع، انه اليوم صار معهم فلوس، واليوم سيارات التوصيل السريع، ما ادري اذا عندكم لا الصغيره هذه اللي يسوونها، تنقل بيتزا، تنقل مدري ايش، تنقل كلام. المعلومات الطبيه اللي تجي تقول هذا يعني مسرطن، هذا جنك، يكرم السامع يكرم الطعام ايضا فود، ولكن احنا نطبخ ونتعب ونعمل الملذات، وهم يروحون يشتهون شيئا اخر. هم ايضا ما عندهم، they are not sparkling، ما يطيشون، ما عادوا طايشين في موضوع التعليم، موضوع الجديه في الحياه. تعرفون السفن اب والبيبسي لما تجيبه خلينا شو بقى الكوكا كولا، لا تزعل زين، عشان انا ما اجيب من مخي، عشان هذا يسمونه بوزيشننج، يعني اول مشروب تذكره معناه هو السائد عندك، انا كلهم سايدين عندي لاني ما اشربهم. يطيش معناها جديد، لكن بعد فتره حتشوف انه ماكو شيء تشربه، ماي باصج، ميه وسكر. اصبح اولادنا بهذا الشكل، ما يطيشون، يعني مش فاعلين، بالذات في موضوع الدراسه، كانما هم ضمنوا، وبالذات ابنائنا احنا المواطنين، يعني عندنا مشكله كبيره معهم، انه كانه ضامنين انه هذا النفط تام، وان الغنى تام، واحنا نبي نطلع في الدنيا مع مهارات. لان الكويت مكتوب على اهم مسجد فيها اللي كان يصلي فيه الامير، وما تغير لما رحت امريكا انا، فتحوا الجديد، يعني بال80 فتحوا الجديد، الثمانينات، اللي هو مسجد يسمونه الدولة الكبير، كان اسمه مسجد السوق الكبير، مكتوب عليه بني على نفقة أحد المحسنين الهنود، لأن كان في الهند لجنة اسمها لجنة فقراء الكويت، والدنيا دوارة، وهذا الكلام ما صار له 100 سنة وربما 70 سنة، فالدنيا دوارة، واحنا نعرف ان الدنيا دوارة، نبي نعطيهم شوية مهارات، حتى لو دارت الدنيا الا على الاقل عنده شيء. لا، هو الحبيب الاخ يقول لك لا انا شو ابي بالدراسة، انا اطلع اشتغل لي جندي، ولا اشتغل لي مرافق لاحد، ولا اشتغل لي اي كلام واحصل اي مبلغ وامشي حالي. شيء ضياع حقيقي. كذلك عندنا مشكلة التمرد على الأنظمة والتورط في مخالفات، يخالفون المرور ويخالفون القوانين ويتعدون على حرمات الناس أحيانا ويغلطون. تمام. واليوم الهاكرز، اليوم عندنا جرائم إلكترونية، أصبح الناس يدخلوا ويؤذوا ويتابعون ويحولون إلى النيابة وغير ذلك. طبعا التطاول باللسان على المعلم وعلى الأب وعلى اليوم تستحي تكلم لك ولد بالشارع تقول له يا ابني عيب لا تسوي كذي، يقول لك أنت شكو، إيش عليك أنت؟ وربما جاء أبوه اللي ما شافه من سنة عشان يثبت له أنك ابني، فيروح يضاربك علشان يدافع عن ولده، عشان يقول بيراويه بس أن لك أب وإن كان غائبا، بس استعد يقف وياك حتى انصر أخاك ظالما أو مظلوما. تمام. كذلك الصداقات عندنا وياها مشكلة، اختيار عشوائي، اختيار سيء، إخفاء البيانات عني. الأم ما تدري من بنتها ترافق، وإذا رافقت شنو العالم السري مال الصديقة،
والصديق، وخاصة اليوم مع وجود غرف الشاتنج ومع وجود إخفاء البيانات واختلاف أنواع الجادجتس والشاشات الفضية، أصبحت الأم آخر من يعلم ولا تعلم. تمام؟ والأب كذلك التخبط العاطفي والعبث بالغرائز. التخبط العاطفي والعبث بالغرائز، ويعني أصبح الأولاد اليوم مبكرا يعني من مرحلة الروضة أنت لازم تحذر، تفتح عينك وتحذر ابنك من أنه انتبه لا حد يستدرجك، لا حد يكلمك، لا حد يفعل كذا، لا حد يفعل. اليوم اتصل فيني واحد من جدة أمس وعرض أفلام باثينها الداخلية هناك لخطف ل3 بنيات. يجي واحد يقول لها تعالي بنتي شفتي هذا، وياخذها. غشم وسعار جنسي موجود عند مجاميع هائلة من الشباب، تشحن جنس وين تفرغ. أحيانا يكون تفريغ في المحارم، وهذه من الجرائم الشائعة اليوم. أخ مع أخته، مع بنت خالته، لأنها أبعد، والله هذه أولى. زين، مع ابن خاله، ابن عمه. انتبهوا، الخطر قريب جدا. لما؟ لأن الناس مشحونة، وهذا الجنس مثل الطاقة اللي إذا شحنت تبي تنفجر. فإذا عندنا شيء من هذا. كذلك التساهل طبعا في العبادات، سحب للصلاة وقلة تقوى الله. يعني القصة صارت كأنك تحس أنت القابض على دينك، القابض على الجمر. تمام؟ بشكل عام ما عندي واحد شايل مسؤوليات الحياة، ولا عندي واحد يبشر بخير من أنه سيحمل ما سأورثه إياه. الناس اليوم تحاتي فلوسها ومستعدة تفاصل عيالها على بالذات الأغنياء واللي عندهم كذا، مين حيشيل الحلال من بعدي. هذه أولوية عند الناس للأسف الشديد أن الدنيا يعني ومسؤولياتها أولوية عند الناس. ولكن أما مسؤوليات الآخرة ومسؤوليات يعني حتى الخلق، يعني يقول لك يلا ماشي ممكن يصلح بعدين. بس الناس على قدر أولوياتها على قدر ما يكون الضغط. واليوم حتى في أولويات الأسر اللي هو حمل المال تجد الأولاد عندهم هبوط في المعنويات وهبوط في المسؤولية. ليه؟ أنا بقول لكم شيء، كل اللي شفناه مما يفعله الأولاد ليس الهدف منه إزعاجنا. وأنا أجزم بل أني أقسم أن أولادنا عندما يخالفوننا ويضيقون صدرنا ويرفعون ضغطنا ويسببون لنا المشكلات النفسية والعضوية، هم لا يقصدون بنا شرا. بس كل ما في الأمر أن احنا مختلفين على مفهوم الحرية. هو قاعد يمارس حريته ولا يريد أن يزعجك، وأنت بالنسبة لك صار يصير في تحدي للقيم اللي ألفتها، للمألوفات مالتك. تمام؟ فتشعر أن هذا الرجل يعني بدأ الآن يعتدي على مقدس. هذا الطفل بدأ يعتدي على مقدس عندك، بدأ يعتدي على أمور أنت ثبتها. ولا مجال للحوار. ما يمكن لو تحاورت التنازل أنت شوية وتعرف أنه والله هذه الدنيا تغيرت، مش في القيم الدينية، في القيم الأساسية، لكن على الأقل في بعض الموروثات الاجتماعية. وأنا ما أبي أتجاوز قدري، لكني أنا أعرف أنه بعض الأسر ما تقبل لبنتها تشتغل تعمل موظفة، ما تقبل. ما يصير كيف أنت تشتغل موظفة وتتخرج البنت من جامعة مرموقة وبدرجات عالية، وبعدين نجي أمام المأزق أن البنت يا تتحطم والأسرة مو راضية تتحاور. أنا من الأسر اللي جتني واحدة الأسبوع الماضي هنا في أبو ظبي، قالت لي يا دكتور شو أسوي بأهلي مو راضيين أشتغل؟ قلت ليش يعني لو حطيت ليش أوفيس وحطيت ليش إنترنت واشتغلت في البيت أحد يمنعك؟ قالت لي لا. أنا أعرف واحدة ألفت كتابا في فن من الفنون، ما أبي أقول أخاف تعرفونها، زين، ونشرته وكبرته وصار موسوعة، وأصبحت تشتغل فيه وتشتغل مع أقران لها بزنس في هذه الاريا وهي بيتها، لأن عرف أهلها أنها ما تشتغل. شوف أنا مسكت القضية الساخنة.